اسمع اسم الدولار كان كل المعلومات اللي تهمك فيه. هو ازاي انا اعرف الورقه دي مضروبه ولا سليمه، بكام في البنك وبكام سوق سودا، او تشوف لك كوميك لذيذ كده عن ارتفاع سعره فتضحك بقى وتشير وتبعت لاصحابك على الواتس. انما النهارده بقى عندنا اسئله اكتر واهمها انه ليه اهمه ان اني وعصام ابني مش هنقبض بالمصري تاني منك يا مولاي، ولو عاوزنا نستمر معاك يبقى تدفع بالدولار يا بابا. معايا في الكلام ده يا عصام ولا ايوه عبود، ابويا قال لي ان انت بتقبض بالدولار يا عم من دول معاديه، قال لي نبنا بقى من الحب جانب يا عم. يعني عادي تاخد فلوس الخيانه والعماله، ما عندكش مشكله؟ والله هتقلب لنا الشيخ الصعراوي بقى دلوقتي. احنا راضيين يا عمي، وبعدين انا اتفقت مع عصام ابني انا هتصدق عليه وهو يتصدق علي، وكده نكون طهرنا الفلوس وبقت حلال 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 باذن الله. طيب ماشي انا موافق، ممكن نشتغل بقى عشان التحويل يجي وكلنا نرزق يعني ولا ايه؟ يلا عبود اتوكل انت على الله، على حد كده ما احسب هو طلع على حد فين النهارده. طيب مبدئيا كده مفيش دولارات لا بتطلع ولا بتنزل، الدولارات ثابته زي المسطره كده وزي المقاس بتاع الطول، وانت حضرتك يا اما طويل ومحصله زي اليورو مثلا او الاسترليني، او اطول منه زي الدينار الكويتي ولا الريال العماني. مش معنى ان هم اطول يعني ان هم اقوى، لان دي حكايه تانية وليله عايزه لها حلقه لوحدها. او انك اقصر بقى زي الجنيه العيان بتاعنا او بقيه العملات التعبانه اللي في بالك، واللي هم ماشيين بقى حضرتك عكس البشر كلها، وبدل ما هي بتطلع زي الناس عماله تنكمش وتصغر وتستمر وتتوغل وتنتشر وتستمر. وعشان نفهم بقى حضرتك ليه ده عمال يصغر قدام ده، فخلينا الاول نسال السؤال البديهي، ليه اصلا الذهب غالي؟ الذهب غالي حضرتك علشان وسائل استخلاصه وتنقيته وتقديمه في الاخر بالشكل النقي اللي انت بتشوفه ده بتكون مكلفه جدا، وهو ده سبب ارتفاع سعره، مش عشان يعني ان هو قليل ونادر وكده. لا حضرتك ده الذهب في الارض كتير وكتير قوي كمان، لكن عشان متكلف كتير لحد ما يوصل لك في الشكل النهائي ده، الكميه النقيه اللي موجوده منه هي اللي محدوده وقليله، ولذلك بقى عشان هي قليله فالطلب عليها كتير وبيزيد. فانت بقى حضرتك عندك الدولار اللي هو داخل لك على الدنيا، ليه نادر وليه قليل وليه مش لاقيينه؟ علشان هو بيدخل لنا بس من 5 مداخل لا سادس لهم. اولا انت بتبيع بترول وغاز وبتاخد ثمنهم بالدولار، ثانيا بتصدر سلع ومنتجات مطلوبه عالميا وبتاخد برضه ثمنها بالدولار، ثالثا حضرتك قناه السويس والسفن اللي بتعدي فيها برضه بتدفع لك بالدولار، رابعا ودي من اهمهم برضه تحويلات المصريين في الخارج واللي بتجيلك برضه بالدولار، خامسا بقى والاخيره الاستثمارات اللي بتجيلك من بره، زي مثلا واحد عاوز يفتح شركه او يفتح له مول كبير برضه بيجيلك وبيحط فلوسه بالدولار. هو احنا ليه اصلا مستنيين الدولار يا مولانا؟ يعني ليه رابطين الجنيه بتاعنا بالدولار اصلا عشان يطلع وينزل ويتكحول الكحوله اللي هو فيها دي؟ انت مش رابط ولا حاجه يا عم الناس، انت مربوط حضرتك. من بعد احنا مش عارفين، احنا هنعرف دلوقتي، فعايزين نعرف من اخونا عباده المهاجر كل الاسئله اللي انا كشخص مصري مش فاهمها وعايز اعرفها، ولكن قبل ما نسالك السؤال ده محتاجين نعرف مين هو عباده. اتفضل. عباده المهاجر طبعا من رفح، من ببعد عن المعبر يعني 500 متر، ولكن انا اصلي من سكان الشبوره، مخيم اللاجئين مدينه رفح. طبعا الان ما ضلش رفح، انتم بتعرفوا انمسحت عن بكره ابيها، لكن احنا بدنا نتكلم عن الجواز الفلسطيني. انت معاك الجواز؟ وهذا الجواز انا دخلت فيه وطلعت. ممكن نوري لي الكلام؟ تمام. حتى ممكن كمان نوري الصوره اذا امكن من غير ما نظهر معلومات. عادي بس مش تمام. ظاهر الصوره؟ تمام. هو ولا مش هو؟ هو بعمل بلور برضه. تمام. اخونا انا بدي اتكلم عن موضوع العصابه عصابه النظام المصري. الشعب احسن شعب، الشعب المصري معروف شعب طيب وحباب وكريم. حتى احنا لما بدنا نسافر عن طريق معبر رفح، انا تعمدت اجيب هذا الجواز لان الجواز هذا عليه تقريبا 12 ختم مرجع من معبر رفح. يعني مرجع هذا يعني موضوع شويه معقد، واغلب ابناء غزه بيعرفوا ايش معنى مرجع. او احنا عاوزين بقى نفهم، انا دلوقتي مصر مش فاهم، انت 12 سنه مرجع في سنه واحده بتقول يعني ايه؟ 12 مره مرجع. 12 مره مرجع في سنه وما دخلت الا بعد سنه. بيرجعوك منين؟ بتبقى من معبر رفح. الحين انت لما تروح على غزه مثلا معك اقامه بلجيكيه او اقامه اوروبيه او اي اقامه، نعم، بتخش على الجواز الفلسطيني لانه تمام معك جنسيه وعلى الاقامه اللي انت جاي فيها. تمام. الان انت وانت رايح، اذا ما بدك تدخل مصر إشي، واذا بدك تروح على غزه إشي تاني، لانه انت اذا بدك تروح على غزه حتروح زي السجين. حطوك في باص، بسكروا عليك، ويكون معك ضابط امن واحد. طب بس انا قبل ما اجي دي عشان اكون بس فهمت كويس، انت دلوقتي انا جاي من بره وجاي تزور مصر، ففي عندك احتمالين، يا داخل مصر تزور اهلك اللي عايشين في مصر، تمام، او رايح عايز تخش غزه تزور اهلك هناك. هذا إشي وهذا إشي. هذا إشي وهذا إشي، ايه الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم ان انا لما بدي اروح على مصر لازم ادفع، هم بسموه تنسيق، هي رشوه. في المختصر هي اتاوه، هي ظلم، هي حرام.
هي يعني مش عارف هل انه بتنسيق مع الكيان بيعملوا فينا هيك بحيث انه احنا ما نرجعش اساسا على غزه نهائيا. خلينا نحكي في مصر، طبعا اللي بينزل على مصر راح يدفع $1500 بحيث انه انت مش رايح على غزه، فلسطيني رايح تشوف القاهره، اسكندريه، عندك اهل، عندك جرحى. بتدفعهم لمين ال 1500؟ ال 1500 انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار أمريكا وحلفائها واتفاقهم على نظام اقتصاد عالمي جديد، جمعوا 735 اقتصادي من كل دول العالم في منطقة براتون وودز حضرتك اللي هي في ولاية نيو هامشير الأمريكية. وعملوا بقى هناك اتفاقية براتون وودز الشهيرة واللي طلعنا منها حضرتك باتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي اللي هو بيسلفنا دلوقتي. إنما كانت أهم اتفاقات قعدة الأنس دي بقى إن الدولار حضرتك هيبقى بديل الذهب في هذا الكوكب البشري. يعني قل لي عندك كام دولار أقول لك من أنت، مش زي زمان بقى قل لي عندك ذهب قد إيه أقول لك من أنت. لا، أمريكا دولة كبيرة قوي وعدد سكانها كتير وبطبع دولارات كتير تكفي هذا الكوكب، وعسكريا أنا دولة منتصرة، وجغرافيا كمان بعيد عن الصراعات والحروب بتاعتكم اللي هناك دي، ففلوسك عندي مضمونة يا بابا. اديني الذهب بتاعك وخد انت بقى الورقة دي وتعالى، ولما تحتاج ذهبك تعالى هات الورقة دي وانا هديك الذهب بتاعك. قشطة كده؟ هو قشطة عبودة، بدل ما نقعد شايلين ذهب على كتفنا كده وماشيين العالم كله بقى ياخد شوية الورق اللي هو الدولارات ونتعامل مع بعضينا كده ونخلص يا عم. ما هي فرنسا كانت مفكرة زيك كده يا حبيب اخويا. وبقى شوف حلقة البترو منشار او حتى صدمة نيكسون اللي اتكلمنا عنها سنة 1971 لما فرنسا بعتت لامريكا دولارات ورق من بتاعهم، قالت لهم خدوا الورق بتاعكم لو سمحتوا احنا عايزين الذهب بتاعنا. فامريكا قالت لها انا لو هقدر اديك هديك من عيني، بس مفيش العتاب بره الدولاب والغافر تحت السرير. طب المهم ان الدول كانت اتورطت مع امريكا خلاص، والدولار ملا كل الاسواق العالميه، وحرفيا من الناحيه الدوليه يعني محدش بقى بيتعامل الا بيه. انت مثلا كمغترب لما تروح تحول فلوس لمصر بتحولها بالدولار، وهم هناك بقى مع نفسهم يخشوا في حسبه البرما ويحولوها لمصر. اللي بيشتري منك سلعه من بره مصر لما تقول له والله هبيعها لك ب 2000 جنيه، فاول سؤال هيساله لك يقول لك طب ودول عاملين كام دولار؟ فانت اللي مربوط زي ما قلت لك، مش انت اللي رابط ولا حاجه. واي تضخم عندك معناه ان الدخل ثابت والسلع هي اللي بتزيد، وهي بتزيد طبعا علشان انت بتستوردها من بره وانت اصلا عملتك تحت بير السلم، بتدفع كتير علشان تجيب العملات، بتبيعها بالكتير وفي نفس الوقت ما عندكش فلوس تدفع مرتبات زياده. طب معلش برضه عبوده، اصل كلمه التضخم دي انا سمعتها كتير الصراحه ومش فاهمها. ممكن ناخد بقى فكره كده على جنب في الملاحظات ولا ايه؟ التضخم يا عصام من اسمه حبيبي شارح نفسه بنفسه. انت مثلا بتاخد مرتب 100 جنيه وكيلو البطاطس عامل 5 جنيه، هوب تاني يوم البطاطس تغلى وتبقى ب 10 جنيه، يبقى السلعه هي اللي تضخمت وكبرت على مرتبك الثابت اللي ما اتحركش ده، وبقى مرتبك اللي كان بيشتري 20 كيلو منها امبارح بقى يا دوب النهارده بيشتري منها 10 كيلو الله. بس. طب وايه اللي بيغليها اصلا من الاساس يا مولانا؟ ملحوظه، لو الاجابه بتاعتك فيها تخبيط ولا يمين ولا شمال انا مش عايزها. انت يا عم الناس عندك بنك مركزي اللي هو ابو البنوك كلها في بلدك، المفروض ان ده بقى سيادتك هو البرنس اللي عنده احتياطي دولار كبير، ولما يحس ان الدولار هيقل والطلب عليه هيزيد فهيرفع سعره، يروح مطلع كوبشه من خزنته ويروح جاي ناشرها في السوق، فالمعروض يبقى كتير وطبيعي ساعتها هيقل الطلب عليه وسعره هينزل. معادله دوليه معروفه ومكرره، بس بما ان البنك المركزي بتاعك بعافيه شويتين 3 4 ما عندوش الراجل يطلع وبيقول لك انت شبه دوله وما تعرفش ان انت فقير قوي هجيب منين؟ يا عم احنا بنتكلم في فلوس ايه اللي دخل السياسه دلوقتي؟ طب والله انت ابن حلال يا عصام، والله نفس السؤال. بتدفعهم للضابط المسؤول عن موضوع المطار، هذا بسموه تنسيق مطار. ضابط تنسيق، ضابط شغلته هو استلام الفلسطينيين اللي جايين من بره باقامات اوروبيه خليجيه ويحلبهم، تمام، يسرق فلوسهم حرفيا. هي السرقه بالعكس، هي كمان افظع من موضوع السرقه، لانه انا كفلسطيني اذا انت حابني واذا انت زي ما بتدعي بدكش تهجر الشعب الفلسطيني، سهل لهم العوده حتى لو كان على مصر، لانه مصر اقرب نقطه لغزه، انت بتعرف انها اقرب نقطه. تمام، الان انت بتاخذ مني 1500 بينما اصلا ثمن التاشيره $20 تقريبا. 25 هيها معي تاشيره عاديه. اه انت بتدفع تاشيره عاديه هي 25 25 وبتدفع دي حاجه غير التنسيق غير الرشوه. هذه بتدفعها انت على الشباك لما تصل، طبعا هذه بتدفعها سواء كنت ترحيل او داخل مصر، باي طريقه إن كان لازم تدفع. هذا موضوع ثاني. الان انا لما بدي ادفع تنسيق مطار بسموه، بروح على مصر، لو قعدت ساعه وصار عندي ظرف ورجعت بدي ارجع ادفع كمان مره تنسيق لعلمك. هذا التنسيق لا يشمل عده زيارات، ده وانت داخل مصر. زياره واحده تدفع انت 1500 وبتروح. طب الاسرائيلي بيتعاملوا معاه ازاي؟ الاسرائيلي احنا كلنا بنقول العالم كله بيعرف انه الاسرائيلي بيخش بدون مقابل، يعني انت شفت. لو تفتكروا يا جماعه، معلش اقطع كلامك، انا كنت عملت فيديو قبل كده كلمت سفاره مصر في تل ابيب، سالتهم انا دلوقتي الاسرائيلي وضعه ايه في موضوع التاشيره؟ الاسرائيلي بيخش مصر مجانا عن طريق معبر الى الطابه مجانا بدون تاشيره، في كمان بيبقى في باصات بتحمل من معبر ايلات
تدخل بقى في المكان اللي انت عاوزه. طقوسة خاصة، ميكروباصات. ده مع الاسرائيلي. اليهودي المحارب، وكلهم محاربين بالمناسبة. كل من في اسرائيل هو محارب، بيقتل المسلمين والمسيحيين، ولا بيقطع الشجر ويقتل الحيوان ويقتل كل حاجة، يعني بيعمل كل الفظائع. ده الاسرائيلي اللي هو بالمناسبة كمان يعني ده عدو تاريخي وحالي وكل شيء. واحد بيقول لك انا اصلا من نيل الفرات، فده بيحصل معاه ده بكده، بيتعامل بالطريقة ده هي. بينما اخوة الدين والعرق واللغة، عشان يجي جاي من بره يدخل مصر، ها مش بيدفع. طبعا جاي بقى اقامه اوروبيه او خليجيه او ايا يكن، جاي عايز ينزل مصر، يزور مصر، يزور اهله ايا يكن، بيدفع فيزا $25 وبيدفع تنسيق رشوه بتصل ل $1500. مظبوط الكلام ده؟ تمام. $1500 لمين؟ للحرميه. طبعا 1500 تنسيق عادي لما تكون انت مواطن عادي. استنى اشرح لي الحته دي. انا يعني بدي اشرح لك اياها. الان هو مين اللي بيحدد انك انت مواطن عادي؟ الضابط حسب حالتك الماديه. ممكن يعرف انك انت راجل مقتدر، او انه عندك شركه او عندك شغل وزلمه يعني بتقدر تدفع، بيطلعوا السعر حسب قيمتك الماديه. تمام. 20 ممكن توصل في 5000، ممكن توصل 3000. وبعدين في شغله، في ناس ده سالته لدكتور ماده عندنا كان اسمها الاقتصاد السياسي في كليه الحقوق جامعه اسكندريه سنه 2006. قلت له يا دكتور هو ايه دخل الاقتصاد بالسياسه عشان تعملوا لنا الاقتصاد السياسي؟ قال لي حبيبي السياسه لما بتكون حركه كده ولونه، يعني بتطمن المستثمرين اللي بيحولوا لك فلوسهم عشان بيحسوا بالامان لما بيشوفوا ان في دوله وفي قانون هيجيب لهم حقهم. بتقوي قلب اللي عنده فلوس ان هو الراجل رايح بلد حره وان فلوسه مش هتطلع بره جيبه. مش اكبر مستثمر في مصر مرمي في السجن هو وابنه عشان بس مرضاش يتنازل عن شقه عمره وتعبه السنين اللي فاتت للعصابه، ولا قضاء بياخد الحكم باوردر كده بالموبايل من قبل حتى المرافعه ما تبدا، او اعلام بيشيطن اللي على المزاج لاغراض في بطن الشارع، وشرطه بتدوس على رقاب الخلق عشان تمكن فاسد ومجرم وعديم شرف. اقسم بالله العلي العظيم حلولك كلها سياسيه مش اقتصاديه خالص. وفلوس ال50 مليار اللي دخلوا مصر من الخليج من 2013 لحد النهارده ما نفعوناش بحاجه، واتبخروا كلهم لانهم ببساطه فلوس حرام. الشهاده ام 25% يوم 4/1/2023 اتبخرت فايدتها يوم 11/1/2023 بعد 5 ايام 27% تضخم عشان ربا وفلوس حرام. الفلوس اللي اتهدرت في انشاءات ما بتدخلش اي ارباح، واتعملت من غير حتى ما مهندس يحطها على ورقه ويعمل لها ربع دراسه جدوى، برضه كانت فلوس حرام. واشهد الله سبحانه وتعالى اني انا شخصيا اعرف اكتر من حد باع ممتلكاته في الغرب هناك وحول فلوسها لمصر في 2011 و2012، ولما حصل اللي حصل سحبوهم تاني، وحقهم طبعا يخافوا على رزقهم ورزق عيالهم. يسحبوهم يا حبيبي، وطالما انت تعرفهم يبقى اكيد اخوان، والله الغني عن فلوسهم. عندنا يا بابا صندوق النقد مدلعنا وبيدينا كل ما نطلب منه، يدينا كل ما نطلب منه يدينا، جزاه الله عنا خير الجزاء. اي مصيبتك في صندوق النقد دي بقى اسوأ من مصيبتك في العساكر. والله يا عم الناس، ده حرفيا كاسر عينك وبيذلك قدام الكوكب كله، بس انت اللي دافن راسك في الرمل سيادتك ومش شايف. الراجل بيقول لك اوكي عايز فلوس ما عنديش مشكله، بس معلش هترفع لي كذا وتنزل كذا وتشيل لي الدعم من هنا وتغلي لي هناك، ماشي؟ وانت طبعا خاضع ومكسور يا عيني ولازم تسمع الكلام، وان كان شكلك قدامي حسب اعلامك ما بيصورك ان انت دوله ذات سياده والجو ده. يعني ايه بقى اصلا السوق السوداء عبوده؟ وهي اصلا يعني ايه سوق سوداء يعني؟ وليه ما يكونش البنك يعني وبس؟ السوق السوداء يا عصام هي السوق الحر والسعر الحقيقي للسلع. البنك اللي هو الحكومه حاطط لك يافطه الدولار عندنا ب 28، فتدخل انت تقول له لو سمحت اديني $20 وتفضل فلوسهم، يقول لك معلش والله اصل احنا خلصنا الدولارات اللي عندنا لما يجي بقى باذن الله. لكن تروح لبتاع السوق السوداء يقول لك السعر الحقيقي عندي ب 35 عايز 100,000 200,000، لانه حقيقي مش مضروب. انت متخيل ان السوق السوداء اللي سمعتها وحشه دي اشرف من الحكومه ولا مش متخيل؟ يا مولانا ايه دخل الحكومه اصلا بالموضوع؟ هو انت لازم تحصرها في اي جمله مفيده؟ ده جسع التجار هم اللي بيرفعوا الاسعار مش الحكومه. تقدر تقول لي انت ايه دخل الجرجير وبياعه الجرجير اللي بتغليها عشان سعر الدولار؟ دخله ان كل حاجه زادت يا عم الناس. الكهرباء اللي بيدفعوها لمكنه الري اللي هتروي الجرجير، السماد اللي سعره اتضاعف، والايد العامله اللي غليت، حتى العربيه اللي هتنقله لك من الغيط لحد السوق ببنزينها اللي غلي كمان. ده غير ان بتاعه الجرجير بعد ما بتبيعه لك هتاخد منك الفلوس وتروح تشتري بيها رز غالي وسكر غالي. احنا يعني كنا حابين نخش على موضوع الناس اللي بتطلع من معبر رفح وبتطلع تاني وبيكونوا مرجعين. هنجيلها دي. احنا دلوقتي بنتكلم على النزول لمصر. تمام. هذا بالنسبه للنازلين على مصر، انت بتدفع حسب قديش معك. هو بيقدر يعني. نعم. حتى في بيعمل عنك تحري. ايش وضعه؟ ما هو انت لما بدك تروح تنسق بتنسق عن طريق واحد فلسطيني.
مكتب فلسطيني او شخص فلسطيني بنسق لك عن طريق هذا الراجل. طبعا انت هو حيسال انس ايش وضعه؟ معاه كثير معوش كثير، بيقدر يدفع 5، بيقدر قديش بيقدر يدفع؟ والله الراجل قد حاله مثلا برد عليه خلاص يعني بيقدر يدفع 10 مثال، يعني خليه يقول له ب10. بيحاولوا معاه مره، اذا لقوه ما بده بنزلوا السعر بعد فتره قصيره يعني. المهم بيضلوا يحطوا له في الاخر خلص بوقفوه عند حد معين. هو بيشوف اللي بتاعك اللي يقدر يسرقك منه ويقدر يحلبك حرفيا يعني. بالضبط. هي حلب، شوف انس موضوع الحلب في كل مكان، غير وانت نازل على المطار في غرفه اسمها غرفه الترحيل، من اقذر الغرف الموجوده في كل الكون. حمام واحد بحشروا فيها الفلسطينيه، ريحتها لما بدك تشتري طبعا كوبايه شاي، بدك يجي مزاج على كوبايه شاي، بيقول لك مثلا حق كوبايه الشاي $50 $30، برضه حلب وسرقه. طبعا بدك تاكل، لو نزلت على غرفه الترحيل، هذه اسمها غرفه الترحيل في مطار القاهره. ده وانت بس انت استنى، انت خلاص دفعت التنسيق الرشوه تمام عشان تخش تزور اهلك في القاهره في الاسكندريه. تمام. طب دلوقتي هم بيحطوك في غرفه الترحيل دهيت لو ناويين، لو انت بقى رايح غزه ولا انت تقصد ايه بس؟ لا انت لو داخل على مصر برضه لازم يحطك في غرفه الترحيل بحيث يسال انه دفع ما دفعش، اموره تمام، نطلعه ما نطلعوش، ما هو بده يستنى اشاره. ما هو اللي بيستلمك غير عن الضابط اللي منسق لك. مين اللي بيستلمك اللي بيستلمك في المطار، اداره المطار نفسها لما بيعرف انك فلسطيني دايرك، هو الواجب عليه انه يوديك على غرفه الترحيل. انا نزلت مره وشاف جوازي وكان عندي تنسيق مطار، قال لي كنت جاي من امستردام رحله، طلع في الجواز هيك قال لي فلسطيني من غزه، قلت له قال لي صف هنا. ضليت واقف اقسم بالله لما خلصت الرحله كلها، الهولندي خش والبلجيكي خش، كل جنسيات العالم خشت الا انا والفلسطيني اللي زيي. طبعا حملت الجواز الفلسطيني. هذا طبعا الكلام ده في سنه كام؟ هذا الكلام في 2016 قبل حرب الاباده. الكلام واضح. في 2000 ده الطبيعي. عفوا عشان في شويه خربطه في 2015 عشان اكون صريح. هو ماشي. وكنت عامل تنسيق، خد بالك تمام، كنت عامل تنسيق. تفتكر دفعت كام؟ هو التنسيق كان قبل لا يغلى كان $300، التنسيق قبل لا يغلى كان ب$300، وحاليا بيصل الحين لا 1500 معروف. انس هذا الكلام انا حكيته، بس 2 مليون غزاوي مش راح ولا واحد يقدر يحكي لك فيه. خد بالك، لانه اللي عنده اهل واللي خايف على اولاده واللي خايف على مصالحه ولكن انا. طب انت ليه كنت جاي لك سؤال، انت ليه انا خلاص تتكلم كسرت الخوف. موضوع اني اخاف ولازم انقل رساله، لازم انقل معاناه. احنا بنعاني يا انس، احنا بنعاني عند النظام المصري، بنتبهدل من وزيت اغلى واغلى، فلازم طبعا هتاخد الفرق ده منك ومن مرتبك اللي ما زادش ولا هيزيد. وفي برضه نظريه تانية بتقول لك ان الجنيه بتاعك لما ينخفض فدي حاجه ايجابيه، لانها هتجيب لك سياحه كتير، لان بلدك بقت بلد رخيصه والسايح عاوز يجي يتفسح وينبسط وما يدفعش كتير ويوفر. وده كلام في شنك في حالتك، لان غالبيه سياحتك كانت من روسيا واوكرانيا واللي دلوقتي عندهم الدنيا والعه هناك. وقالوا كمان ان عملتك لما تنزل صادراتك هتزيد، لان اسعارك بقت اقل فهتبيع طبيعي منها كتير. اما الواقع بتاعك بيقول ان المصانع ما بين اللي بيتقفل وما بين اللي بيتباع، ودي مصيبه عكسيه سودا، لانك محتاج تعوض انتاجهم اللي واقف ده من بره وتشتريه برضه بالدولار. وقال لك برضه الجنيه بتاعك لما ينزل المستثمر هيجي لك، لان الايد العامله عندك بقت رخيصه، وحتى الخامات عندك برضه هتبقى ارخص وارخص. فقال يعني المستثمر هيجي لنا هيشوف الايد العامله الرخيصه وهيشوف الخامات الرخيصه، ومش هيشوف قوائم الارهاب اللي على المزاج ولا مصادره الاموال بلا قانون ولا دستور. ده الواحد لو راح يدفع 1000 جنيه في مكان قبل ما بيطلعهم بيروح يجيب السيره الذاتيه لجدود جدوده عشان يتاكد ويعرف ال1000 اليتيمه دي رايحه فين. والله لو سليم اهلا وسهلا به يا مولاني، انما لو اخواني بقى يتحمل الاجرام. ايوه طبعا، امال ايه؟ بس الراجل لما يشوف ان اوباما طلعناه اخوان، حتى النشطاء المصريين المسيحيين طلعناهم اخوان، وعايزه بقى يغامر بشقى عمره. هو اسمه محمد محمود عبد الخالق. في لقاء الخبير الاقتصادي الراحل صلاح جوده مع محمود سعد واللي كان من 7 سنين على قناه النهار المصريه، اعترف الراجل ان فتره 2011 و2012 كانت اكبر فتره دخلت فيها دولارات لمصر وكان بشكل كبير، ولكنه بررها يعني ان دي كانت تحويلات للاخوان علشان يشتروا بيها سلاح ويقتلوا بيه المصريين. وعموما هو مات دلوقتي وعند ربه وبيحاسب على كلامه، وانا هقابل ربي يوما ما وهحصله وهقول ان هو فعلا كان خبير شاطر جدا في مهنته، وانا شخصيا استفدت منه كتير، ولكنه كذاب وكان بينافق السلطه اللي موجوده. ومن ضمن شهادتي اللي هقابل بيها ربنا ان الفلوس دي كانت من مصريين، مجرد تحويلات مصريه
خالص لناس حست ان البلد بقت بتاعتنا فعلا وحبوا ان هم يبنوها. انا واحد من المصريين كنت مغترب ورجعت في 2011 وسبت وظيفتي بره ورجعت شلت الزباله في مصر ونظفت الشوارع ودهنت الارصفه عشان كنت شايفها جميله وكنت عايز الدنيا كلها تشوفها جميله. فلما تيجي النهارده مصر بقى تصادر ممتلكاتي وتحجز على اموالي، عاوزني احول لها تاني ليه؟ اللي بيسمعوا اخباري واخبار اللي زيي واللي مرميين في السجون مالهمش ديه، عاوزهم يغامروا عندنا بفلوسهم ليه؟ وبأمارة ايه؟ ده كل اللي ذكرته لك ده اسباب دنيويه، وما اتكلمتش خالص عن الدم اللي اتجلط في شوارعنا وعزلنا عن الكوكب. تقدر تقول ان انا كنت في الحلقه دي مادي جدا، وما ذكرتش ابدا الاسر اللي اتدمرت وبتدعي ربها ينتقم لها ليل مع نهار. وحبيت اكلمك بلغه الارقام علشان لغه القران هتعصبك، ومش بعيد تقول عليا درويش وجاي اخدك لعالم الخيال. بس انا اعرف ناس كتير من اللي اتظلمت دي وقلبي انا مكسور عشانهم قوي وانا ما خلقتهمش. ففكرك بقى ان اللي خلقهم هيسيب اللي غنوا لهم تسلم الايادي وطلعوا لهم لسانهم